السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مره اخرى في القناه. فيديو جديد، كنتمنى يا ربي يلقاكم بصحه جيده والف خير. اليوم ان شاء الله فيديو مغير الفيديوهات اللي كنشارك معكم على التغذيه ونصائح في التغذيه، ولكن كيبقى دائما في اطار كل ما هو صحي وكيفاش نحافظوا ما امكن على صحتنا ونتفاداو بزاف ديال العواقب على الصحه ديالنا. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم بعض المشتريات، المهم مشتريات اللي هي بسيطه ولكن اكيد غادي تستافدوا منها، خصوصا بالنسبه للبنات والعيالات اللي كانوا يسولوني باش كتغطي الشبه حنان، وكانوا يسولوني عطينا اقتراحات ديال الشامبوان بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال الغده الدرقيه او عندهم امراض مناعيه، او كذلك البنات ولا العيالات اللي عندهم تكيسات المبيض، شنو الشامبوان اللي غادي يناسبهم مثلا، ولا باش يصبغوا شعرهم. حيت الا كان عندكم تكيسات المبيض وعندكم مشاكل ديال الغده الدرقيه، سواء خمول الغده الدرقيه افراط عمل الغده الدرقيه، خصكم تردوا البال من المواد ديال التجميل اللي كتستعملوا باش ما يكونش فيها مواد اللي كتزيد تاذي لكم وتتسمم لكم الغده الدرقيه ديالكم. فان شاء الله هاد المنتوجات اللي غادي نشارك معكم غادي تفيدكم اكيد. دونك ما تنساونيش من لايك وتبارطاجيو الفيديو القناه مع الاصدقاء والاحباب، وكذلك الى عجبكم بحال هذا النوع ديال الفيديوهات انا شارك معكم منتجات اللي كتكون بين قوسين بحال هكا كنقولوا ما امكن امنه على الصحه ديالنا، حيت لو ريسك زيرو نيكزيست با، يعني شي حاجه راه ما غاديش تاذي لنا صحتنا 100%، حتى حاجه ما مضمونه 100%. دونك الانسان تيدير اللي عليه والكمال لله. بما انه كاين هاد المنتوجات اللي تيكونوا هكا طبيعيين اورغانيك بيو، فعلاش ما نستغلوهمش ونستعملوهم؟ اكيد انفيستيو فيهم ولا نستثمروا فيهم فلوسنا، حسن ما نشريو منتوجات وحدين اخرين ونبقاو نكثروا عندنا المنتوجات. هذا ماسك الشعر، هذا ديميلور، هذا ما عرفتش كيدير، هذا هاد الاشياء كلها. فنبداو اول حاجه غنبدا لكم بعدا بحاجه. خديت هاد لو ميسيلير هذا باش ندير ماكي وجهي. هذا كنت خديته شحال هادي وما عاودتش خديته، قطعته. بقيت كندير ديال غارنيي، حتى هو كان زويون، ديال غارني ديال لابو سونسيبل. دابا من سالا ليا بقيت كندير الويلد كوكو. كنت مره كنديماكيي بالويلد كوكو. الويلد كوكو حتى هي كديماكي، ولكن موراها خصكم تغسلوا وجهكم مزيان باش ما يبقاوش لكم لي تراس ديال زيت الكوك على البشره ديالكم. دونك هذا ديال البشره الحساسه، البشره اللي دغيا كتفاعل، اللي كتقدر تحمر لك دغيا مع الشمس، ولا من كتقيسيها دغيا كتحسي بها كتحسس. فهذا زوين بزاف، زوين حيت كنت مجرباه شحال هادي وقلت لكم عاد رجعت ليه. شي حاجه اللي هي ما غاديش تضر لكم البشره ديالكم، بالتالي ما غاديش تضر لكم الصحه ديالكم. وهذه راه الغون فورما، هذه راه 500 ملل. عرفتي هذه راه غتنساها واحد 3 شهور ولا 4 شهور، وماشي بالضروره حتى نديروا الماكياج عاد خصنا لو ميسيلير باش نديماكيو وجهنا ولا لا. كنحتاجوها راه عاد دوك لي زامبيورتي حنا كتكوني خارجه دايره ليكرون خارجه، ملي غادي تمسحي غادي تشوفي وجهك شحال ديال لي زامبيورتي تيخرجوا منهم. واخا تكوني في دارك انت كطيبي، انت يعني كتقومي بالاعمال المنزليه، من تسالي مسحي وجهك وموراها شللي. دونك هذا خديته بالنسبه اللي غيسولني على الثمن، خديته ب 115 درهم. وحتى من غادي تمشيو للمكونات، المكونات زويونين. المكونات اول حاجه الماء المقطر، الكاموميم، لالوي فيغا، المهم اشياء اللي هي طبيعيه، راه داير فيها 99% دوريجين ناتوريل. فوالا ديال غارني كنت كناخذو بمره 55 مره 60 درهم، وتا هو الغون فورما تقريبا ماشي نفس الثمن، ولكن راه كنقول لكم كيدير لكم مده ماشي مشكل. ملي كنبغيو نستثمروا في صحتنا ناخذوا اشياء اللي هي صحيه. وبالنسبه لشعري هذا اللي كندير، هاد لاكام هي اللي تندير، سالات ليا وعاود شريتها وسالات وعاود شريتها وسالات وعاود شريتها، هي اللي كتناسب لي شعري صراحه. كنت كندير واحد لاكام واحده اخرى ولكن كتجيني شويه طالعه في الثمن. فهذه رابور كاليتي بري مزيانه، هذه ب 58 درهم اللي هو شامبوان، ولا بري شامبوان ب 67 درهم. هانتوما غتشوفوا باني خديت شوفو كولوري حيت كندير الحنه المغربيه هي الاولى في شعري، حتى كيولي دوك الشيبات كيوليو اورانج. عاد كندير لانديغو اللي غنشارك معكم دابا، حتى هما سون سولفات، سون زويل مينيرال، سون سيليكون، وحتى وبيو. دونك الناس اللي عندهم مشاكل صحيه كيبغيو ياخذوا اشياء ما تاديش لهم الصحه ديالهم، حتى هذا راه يقدر ياخذوا. يعني البنات كما قلت لكم، العيالات اللي عندهم تكيسات المبيض، عندكم مشاكل ديال الغده الدرقيه، ممكن تستعملوه. هذا راه فيه لي زيكستري ديال لي بيسكوس ولا كما تنقولوا كاركادي، لاسيد لوريك ديال الكوكو اللي كيغذي الشعر اللي كيكون هكا مصبوغ اولا فيه الحنه. فوالا. والديميلور صراحه ما تنديروش دائما. وانا نقول لكم واحد الحاجه عاوتاني، شعركم ما تغسلوش دائما بالشامبوان. شوفوا هذا واخا اورغانيك وبيو،
فانا كنغسل مره كندير شامبوان، مره تنستعمل اشياء طبيعيه. شنو هو هذا الشامبوان الطبيعي؟ هو السدر، الورق ديال النبك تطحنوهم، تديروهم مع الياغورت ناتور، وتزيدوا معاهم شويه ديال الماء وكديروهم على شعركم يكون نقي، تخليوه واحد 15 20 دقيقه وتغسلوا شعركم مزيان بلا ما تستعملوا شامبوان. بلا ما تستعملوا شامبوان. حتى التحميمه الاخرى ولا ملي تبغيو تغسلوا شعركم مره اخرى عاد تستعملوا شامبوان. هكا كتحافظوا على الشعر ديالكم من التقصف، من انه يطيح، وكتقللوا الاضرار على الصحه ديالكم. دونك هذا بالتجريب زوين، ما اشهار ما حتى شي حاجه. وهاد راه كاينين منتوجات اللي هما بايعين راسهم براسهم، الناس اللي على برا راه عندهم هاد الاشياء متوفره بزاف. وباش كنغطي الشيب اللي كيسولوني باش كنغطي الشيب، وبالنسبه نرجع نقول لكم البنات اللي عندها او العيالات اللي عندها تكيس المبيض، فاحسن حاجه ما تستعملوش الصباغه الكيماويه. فانا نقول لكم اللي شعرها كحل، بعدا اللي شعرها كحل، انا شعري كحل دونك الشيب خصني نغطيه دغيا يعني الشيب البيض كيبان مع الشعر الكحل. فكنستعمل لانديغو. لانديغو شنو هي؟ راه اوراق ديال لانديغو، واحد النبته ولا عشبه هنديه. هذا راه برودوي اورغانيك بيو، منتوج امين حتى الناس اللي فيغان اللي يعني نباتيين 100% راه يقدروا يستعملوه. تيدار للشعر. هو هاد لانديغو هذا تيبغي الخاطر، يعني من غادي الطريقه ديالته ان شاء الله راه غنشاركها معكم في فيديو بوحدو ماشي في هذا الفيديو هذا. خليو لي في التعاليق واش بغيتو نشارك معكم الطريقه كيفاش كنغطي الشيب بلانديغو، حيت طريقه خاصه ماشي غير كنجيو نابليكيو على شعرنا وتيبغي المده. يعني الا ما كنتيش كتصبري وما كانش عندك الخاطر فخصك تعلمي تصبري وتعلمي يكون عندك الخاطر باش تقدري تخلصي من العادات السيئه في حياتك اللي منها انك تصبغي شعرك. دونك تندير انا لانديغو، كندير الحنه الطبيعيه هي الاولى وكنغسلو عاد كندير لانديغو يعني حتى يولي ليا الشيب اورانج، وتنغسلو بلا شامبوان بلا ديميلور. عاد تندير لانديغو وتنخليه تقريبا 12 ساعه وكيتغطى الشيب 100% كيتغطى. عن تجربه ماشي اول مره ماشي ثاني مره، راه سنين وانا تنستعمل لانديغو، سنين يعني عن تجربه خاصه تنقولها لكم. ودخلوا بحثوا على اوراق لانديغو شنو كدير في الشعر. طبيعه الحال ما تنديرهاش انا كل 15 يوم ولا كل 20 يوم، راه كاين شهر، كاين بعد خطرات اللي كنقدر نفوت انا شهرين واخا ينوض الشيب ما عندي كسار، حيت الشيب ماشي عيب، الشيب وقار، والشيب ما عندوش علاقه بالسن. راه كاينين بنات في العشرينات وعندهم عندهم الشيب. كندير كذلك خديت اللي غيسولني على الاملا لا بودر داملا، هذه كناخذها ب 100 درهم، هذه تناخذها ب 100 درهم. راه تزادوا الاثمنه، ما كانوش هاد الاثمنه هادو. وخديت الاملا حتى هي كنديرها كماسك لشعري. الاملا راكم عارفين زيت الاملا، دابر املا، هذه لا بودر داملا هذيك خديتها ب 90 درهم. هي كتعتني بالشعر ديالكم، كتقوي الشعر ديالكم، وخصوصا الناس اللي كيعانوا من تساقط الشعر. ودائما غنرجع لكم تساقط الشعر ماشي غنشوفوا نعالجوا مشكل من برا. تساقط الشعر نشوفوا واش ما عندناش فقر الدم، عندنا سوء امتصاص، عندنا جرثومه معده، عندنا مشاكل في الغده الدرقيه. الا كانوا هذوك المشاكل الصحيه خصهم يتعالجوا باش من كنعالجوا الشعر من برا كنستافدوا منه اكيد. سينو راه واخا ديروا جميع الوصفات اللي كاينه في الدنيا كامله ما غيعطيكمش نتيجه. دونك البودر املا راه مهمه بزاف. دونك كاينه انا اللي كندير لشعري بودر املا، لانديغو، المسحوق الصدر، وكذلك الحنه المغربيه ديالنا. ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي نشارك معكم يعني الفيديو اللي غادي يكون على الحنه ولا باش كنغطيو الشيب، غنشارك معكم باش كنغطي الطريقه باش غادي نغطيو الشيب ان شاء الله، باش تشوفوها كتاخذوا فكره وتعرفوا بانه كما كنقول لكم خاصكم جوج حوايج، الخاطر والصبر. سينو ما تقدروش تمشيو بعيد مع لانديغو، الا تضيعوا فيه فلوسكم. حيت لانديغو دابا الحال سخون كنديرو ما كاينش اشكال، واخا كنخلي 12 ساعه. خصكم تشوفوا بانه من كندير لانديغو في الحال بارد في الشتاء في شهر 12 في شهر 1 تخيلي خصك تبقاي ناعسه به البرد وكلشي، ولكن صافي انا ولفتو. دونك احسن حاجه اللي بغات تبداه دابا باش تلقى راسها مولفه انها كتنعس به، وبالتالي من غادي يدخل الفصل ديال الشتاء والبرد تكون راه عندها صافي داك ريتويال، عندها من الروتينات ديالها. متفقين؟ فكنتمنى هذا النوع ديال الفيديوهات حتى هو يعجبكم. هذا سيرتو خصوصا موجه للسيدات، للنساء، البنات والعيالات، ماشي للرجال. ولا حتى الا شافوه رجال يتهلاو في عيالاتهم علاش لا. ولا راه حتى هادشي راه يمكن له يستعملوه الرجال، لانديغو راه يمكن يستعملوا الراجل، ما كاين حتى اشكال. يلا ما تنساونيش من البارطاج ومن اللايكات يعني البصمه، وخليو لي في لي كومونتير واش عجبكم الفيديو، وشكون اللي كدير حتى هي لانديغو شعرها تخليها لي في لي كومونتير، شكون اللي حتى هي ما كتصبغش شعرها تخليها لي في لي كومونتير. شوفوا واش حنا كثار ولا قلال. يلا نشوفوا سميتو الكليك ولا الناس اللي واش الاغلبيه كتصبغ شعرها ولا حتى هي كتستعمل مواد طبيعيه. يلا خليتكم على خير ونتلاقاو ان شاء الله فيديو جديد. السلام عليكم.